هم بيوصلوا الرساله بتاعتنا، بيكملوا. احنا عايزين ان شاء الله بامر الله، انا بقول لك خد التصريح ده مني، اتمنى ان كريستيانو يلعب ماتش المغرب، اتمنى، لان على فرقته، وده هيفوق فرقه المغرب. ما اتمناش ان يلعبوا بالشكل اللي لعبوا بيه النهارده، لانهم النهارده تحس ان كان في شراسه هجوميه. تاني قول لي الكلام اللي انت قلته ده بقى تاني. رونالدو، كريستيانو، رونالدو، خلاص بقى، خلاص بقى اسمع الكلام. انا اتمنى ليه كده؟ لا، ده البرتغال يعني رونالدو كان فعل ماضي خلاص. انا بكلمك النهارده اتفرج على فرقه البرتغال من غير كريستيانو، واتفرج على الثلاث ماتشات اللي فاتوا، هتعرف قيمه الكلام بتاعي. النهارده كل الاجوان جايه يا من العمق يا من على الاطراف. لما هو بيلعب انت بتركز عليه، هو لا بتلعب من على الاطراف ولا من العمق. ليه؟ لان انت عايز توصل له الكوره، هو اتمسك وفي السن ده وفي التوقيت ده وهي مش ماشيه معاه وما بيلعبش في نادي ورايح، يعني رايح بطوله كبيره زي كده، واخد بالك، وهو كمان مش واخد الحساسيه والثقه، فهو عايز يثبت ده، هو رايح البطوله عشان يلعب في بيعامل نادي. بجفاء شويه مع المنتخب البرتغالي، يعني حتى اللعيبه، المدير الفني، وانا يعني بصراحه حاجه تضايق، لان برضه هو ليه بس خلي بالك، كما تدين تدان. ما هو برضه لما كان في عزه ده يلعب ده ما يلعبش، ما ربك ما بيسيبش. اسمع اللي انا بقول لك عليه. وبعدين هو كمان يعني مش ميسي في ايه؟ ميسي لما بيتزنق وما بيجيبش جون بيعمل ايه؟ مهاراته بتفرق، بينزل يحل لعيبته ولفرقته ويمسكها كوره ويخليها تستحوذ ويعمل اسيستات. ده مش كده، ده عايز الكوره تجيله وهو قاعد على السفره. انت واخد بالك؟ فيلطش بقى باليمين بالشمال بالدماغ. اللعيبه تحس كده النهارده كانت بتلعب بحب وفايقه ومبسوطه ان هو ما كانش في الملعب، مش متكتفه. اللعيبه بتلعب الكره اللي هي الحديثه زي ما احنا بنقول. عشان كده كسبوا المكسب اللي هو النهارده. هنفتح التليفونات للجماهير عشان تشاركنا فرحه صعود المنتخب المغربي الشقيق.